بجد مش ممكن الجمال والحلاوة دي. شايفين؟ حطش لايك، ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد عامل ان شاء الله النهاردة احلى واجمل طبق مكرونة بقبقة بالسجق، جميلة جدا ومفيش احسن ولا اسهل من كده. شايفة الجمال؟ تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل وصفتنا الحلوة دي ازاي. ويلا بسم الله نبدأ وصفتنا. هنحط معلقتين من الزيت ونحط عليهم السجق المتقطع صغير بالشكل ده. نديله ايه؟ تشويح. شوفوا هو بيستوي والسوائل اللي فيه بتنشف. ننزل عليهم بشوية بصل مفروم. لو عايزاه متقطع جوانح مفيش اي مشكلة. لونها ابتدى يغير. وبعد ما تشوحوا مع بعض هنحط توم، فصين توم كده مفرومين حلوين، والطماطم متقطعه طماطمايه واحده، والفلفل الرومي. سلام على الريحة الحلوة بعد ما ضفنا الثوم. والسجق معروف ان هو اصلا متبل فمش هنحط توابل كتير، هنحط بس ملح وفلفل وشوية كركم صغيرين و7 بهارات. هحط عليهم دلوقتي عصير طماطم محطوط عليه معلقتين من صلصة الطماطم. بعد ما تضربي عصير الطماطم في الخلاط تصفيه وبعدين تحطي عليه معلقتين الصلصة، شوية مية مغلية، ورشة سكر صغير. تغلي بس كده غلوة ونضيف المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم.
نضيف بقى المكرونه ونسيبها تستوي في الصوص الحلو ده. نسينا نحط قرن الفلفل، شايفين بتبقبق في الحله. وادي يا حبايبي المكرونه استوت والمبقبقه جاهزه على التقديم. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب تعجبكم وتنفذوها. كانت معكم مطبخ آية عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.